سلام شيرات، كي راكم معايا؟ لاباس؟ الله قاع تكونوا بخير ويلقاكم الفيديو تاع نهار اليوم بخير. شنو نقول لكم اليوم؟ جبت لكم واحد الوصفه تاع الكوكا روعه من اروع ما يكون. كنت خدمت العجينه معاكم وخدمت بيها الكوكا، خرجت تهبل شيرات بمعنى الكلمه، خرجت شابه بزاف. روحوا نستحقوا فيها. عندنا 4 حبات بصل وزوج حبات طماطيس، كانت عندي شويه عصير دجاج، قلت نرحيها ونديرها من الفوق. نروح نقطع البصل تاعي هنايا، نقطعه كارويات صغار، ماشي ما يكونوش كبار بزاف. بعد ما نقطع هذاك البصل غايه، نديره في الزيت على نار هاديه، وندير شويه ملح ونخليه يتقلى في غرده غير بشويه، لازم يدبال غير بشويه، كيما نقولوا نصنعوا شكشوكه بالبصل والطماطيس. هنا رحت نقيت الطماطم تاعي ورحيتها كيما نقولوا سكرفشتها هكا، راني سكرفشتها. وجبت هذاك السكالوب درته في اشوار ورحيته، يعني تجي بنينه شي لازم تأمنوش. هنا راني رحيت البصل، دوك راني درتو يتقلى على نار خفيفه. هنا بعد ما تقلى درت له شويه حرور وشويه توابل تاع الشاورما، اللي ما عندهاش دير شويه راس الحانوت وشويه حرور. انا درت توابل الشاورما يعطوها واحد الكو روعه. قليتهم مع داك البصل، كنت درت الملح، درت شويه ملح مع البصل، باسكو البصل كي ديروا له الملح يتقلى غايه. وزدت هذاك السكالوب اللي رحيته، درت غير شويه شيت، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه، انا من كان عندي قلت نديرو. هنا بعد ما قليت غايه داك البصل مع داك السكالوب، جبت الطوماطيس اللي كنت كرفشتها ودرتها على داك الخليط وخليته يتقلى غايه شويه. وبعد زدت مغرف طماطم وصباره تاع القوطي، تقد نص مغرف، ما تكتروش، تجيكم حامضه كنت تكتروا نص مغرف. وتخلطي غايه وتخليها تطلع. زدت هنا شويه تاع الملح باسكو كنت درت في البصل من قبل. نروح نحلو العجينه تاعنا. هنا راني نحل في العجينه، حليتها بسمك رقيق على حساب السني تاعي، متحلوهاش رقيقه بزاف، يعني شويه هكا واحد 1 سنتيم. درتها في السني اللي كنت دهنته بالزيت. راح لي المقطع تاع الفيديو هنايا، وشوفوا بعد ما طاب لي هذاك الحشو وبرد، شوفوا كي راح يعقد شيرات. يكونش فيه لاصوص كيما نقولوا متشمخ العجينه، لا لازم يكون ناشف شيرات. الا درتو بصل وطماطيس لازم تنشفوها وما ديروش الماء. كي تكون تطبخ ما تزيدوش الماء، باسكو على داك الماء ما ينشفش ويشمخ لكم العجينه من بعد يقطعها لكم. درت هذاك الحشو وزدت فوق هذاك الفرماج، ورحت حليت العجينه الزاوجه باش نديرها من الفوق. هنا رحت حليت العجينه الزاوجه تاني، حليتها رقيقه بسمك 1 سنتي، حليتها غايه. كانت بارده لخاطر كنت درتها في الثلاجه، خدمتها ليله قبل. دوك نحط لكم العجينه في صندوق الوصف، واللي ما يعرفوش يدخلوا تلقاوها في قناتي، ادخلوا وشوفوا. هنا درت العجينه هذه درتها على الوجه تاع الكوكا تاعنا لداك الحشو، وهكا بلعت الاطراف وطليتها كاع بصفار البيض، طليتها غايه كاع الحواشي، طلي الاطراف، طريها كاع. انا طليتها بصفار البيض. تقدري ديري شويه قهوه مع صفار البيض تاني يعطيها تحميره روعه. انا ما كانش عندي القهوه ما درت. هنا غادي نطراسي برك العجينه من الفوق بالخدمي، نقطعها وندير لها الزيتون، واللي عندها زيتون كحل دير، اللي عندها الاخضر دير، اللي عندها حبه سوده دير. المهم ذوقوها من الفوق، التزيين اختياري، تبغوا تخلوها هكا تخرج شابه. نقطعها هكا غير بشويه بشويه كلين نفوت الخدمه غير من الفوق، ماشي كاع من تحت نقطعها هكا، لا غير من الفوق
لاخاطش كي طيب في الكوشة كون تقطوها كاع تتكملش لكم. هنا بعد ما درت لها الزيتون ديت حميت الفرن وديتها طيبتها. شوفوا لي هنا كي خرجت تشهي الشيرات، تأمنوا الزوج والله ما ياكلها هذه ما يبغيهاش. كي درتها له قال لي خرجت خير من تاع برا، كلاها ما تأمنوش عقلكم كي عجباته. جات روعة. شوفوا كي راهي مفرمجة. وهنايا كي درت لهكا التوراق يدير الصوت برك من راني دايره الصو، راني قالعه الصو ما سمحتوش، جات تهبز الشيرات والنضره راهي تبان. جات روعة، ننصحكم تجربوها. وقلت لكم العجينه غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. وش بقى نقول لكم، هذه هي وهذا هو وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم. بسلامة، باي باي، تهلاو في رواحكم.